ثلاث نقاط بدي احكي فيهم. كلمة جبران باسيل نهار الجمعة على السريع، شو عندك معطيات حولها؟ انا بدي اقول في كتير حكي بالمفرق كان جبران حكي واحد. في كتير حكي ما كان واضح، في كتير حكي اسيء تفسيره. في كتير حكي جبران ما عرف يروح فيه للاخر. هلا حيجوا هول كلهم ينحطوا بفرد كلمه واضحه وسريعه وصغيره، مش للتباعد، للتقارب. وكمان هون بدنا نعرف انه الجمهور بحب اللي كل وقت بده يخبط. هذه اللحظه ما بدها ناس يخبطوا، هذه اللحظه بدها حدا اكثر شيء يقدر يجمع واكثر شيء يقدر يعمل ارضيه مشتركه. هذا الخطاب في يبنى عليه بناء مشترك. طيب، في بناء مشترك انا بضل احكي عنه بين التيار والحزب. في يبنى عليه بناء مشترك بين التيار والحزب وكل افرقاء التانيين للاستفاده من هذه اللحظه الخارجيه بتلاقي داخلي حقيقي يسمح لنا نروح نقلع. يعني هذا التقارب السعودي والإيراني بنصرفه بالداخل إذا بنعمل مثله. إذا بنجي بنقول نحن بدنا نقرب الفريقين، مش بدنا فريق يكسر فريق. مقاربة فريق يكسر فريق مش يعني تقارب، مش يعني تفاهم. تفاهم يعني كل واحد يقرب نحن نلاقي أرضية مشتركة. هذه الأرضية المشتركة حيجرب جبران يحطها في خطاب يوم الجمعة. حلو، يعني مشوق وينتظر مع هذا العلم الموضوع. كمان هلا قبل ما ياخذوه على السوشيال ميديا شو يعملوا فيه. جبران ما بالعادي اذا كلمته الساعه 8 بالليل بخلصها الساعه 8 الا 5، فهذا ما بيعني انه انا او غيري شايف الكلمه وهلا عم عقب عليها. انا بعرف الجو اللي هو رايح يكتب فيه. نعم. هو رايح يقارب الموضوع بهذه الطريقه. مشهد حارة حراك امبارح، الرئيس عون في حارة حراك بقداس مار يوسف. انا برايي هيدا الرئيس عون، يعني هيدا الرئيس عون اللي بدي ارجع اقول بعكار وبجزين وبالمتن وبكسروان وبحارة حراك بيكونوا هيك الناس بهذا الشيء اللي ما بيتصدق. يعني اللي العونيه بيعرفوا يعبروا عنه بطريقه هائله. من 89 بيعرفوا يعبروا بطريقه استثنائيه. بعده هذا الشيء، بعده هذا النفس كثير موجود. النفس بيتعزز بس يكون الرئيس عون موجود. ايضا الرئيس عون بالحاره تيقول تيهدي كل هالخوت اللي نحن شايفينه على السوشيال ميديا، تيهدي تيقول لا انا ابن الحاره، انا والحاره جيدين، انا والحاره. انا برايي هذا التراكم اللي بلشوا الرئيس عون جبران دون تراجع بالموقف السياسي حريص عليه كثير، وحيجرب يظهر حرصه عليه بكلمه يوم الجمعه. كلمته كانت كثير وجدانيه فخامه الرئيس امبارح. انا بالحد الادنى من 3 سنين لليوم دائما هو يذهب نحو الشق الوجداني. وبهيدا الشق الوجداني كمان في رسائل سياسيه هائله. يعني هيدا اللي بياخذها بس كوجدان، لا هذا وجدان تيقول للناس انا ابن هون. امبارح كان فيها رسائل سياسيه كلمته. لما يكون الرئيس عون بده يطلع بسيارته تينزل على حارة حراك بهذه اللحظة السياسية، طبعا هي رسالة سياسية، طبعا هي رسالة سياسية كتير واضحة. وأنا بدي أقول لك اللي عامله الرئيس عون والسيد يتجاوز بكتير الأخبار الخاصة بحساباتنا السياسية وهيدي التجاذبات اللي عم نشوفها سوشيال ميديا وغير سوشيال ميديا. أخطر شيء بالموضوع إنه اللي عاملينه السيد والجنرال سواء على مستوى القاعدة الشعبية أو على المستوى السياسي صعب كتير على جبران وعلى الحزب يلحقوه. يعني حاطينهم بمحل تحدي عند الحزب مش هين، وتحدي عند جبران مش هين، مطرح ما السيد والجنرال سوا.